يلا بينا نشوف رسائل من حبيبك يا برج السرطان في شهر سبتمبر 2025. نشوف هيرجع ولا مش هيرجع لو هو مفارق، ونشوف رسالة منه نشوف هيقولك ايه. يلا بينا. برج السرطان مع برج الحمل، هل في رجوع ولا لأ؟ في كلام اتقال وبرج السرطان مش قادر ينسى الكلام ده. طب هل في رجوع ولا لا؟ ايوه هيكون في رجوع وفي كلام لاخر شهر سبتمبر 2025. بيقول لك ليه هو في رجوع؟ لان هو بيفتكر كل حاجه حصلت في اليوم ده، في يوم كان ما بينكم وهو بيفتكره دايما يا برج السرطان. طب هل في رجوع ما بين السرطان والثور في لاخر سبتمبر 2025؟ لا للاسف مفيش رجوع ما بين السرطان والثور، وبيقول لك ان هو كان اللي حصل ده كان حركه طيش وكنتوا صغيرين. هل في رجوع ما بين السرطان والجوزاء؟ ايوه في رجوع، وبيقول لك ان هو لما مشي وسابك قبل ما انت تسيبه علشان شافك مع حد تاني. وبيقول لك كمان ان في الوقت الحالي هو مش بيكلمك علشان هو مش متاح. طيب هل في رجوع ما بين سرطان وسرطان؟ في رجوع وفي خطوة بتتاخد وفي كلام في الحب وفي بداية جديدة للحب في سبتمبر 2025. بيقولك ان هو بيستخبى خلف الاشياء المادية، وبيقولك ان هو بدأ يفهم طبيعة العلاقة اللي ما بينكو، وبيقولك ان هو سابك قبل ما انت تسيبه، وبيقولك كمان انه مخبي عليك حقيقته، في حاجات كتير مستخبية عنك. وبيقولك انه بيتمنى الوضع كان يكون مختلف، وبيقولك انت مش عارف قد ايه كان صعب عليه ان هو يسيبك يا برج السرطان، وبيقولك انه مستغرب جدا اذا كنت انت سعيد دلوقتي من غيره. طيب سرطان مع اسد، في كارما بتتحقق وفي عدالة بتتحقق. يعني لو انت عايزه يرجع هيرجع، لو انت مش عايزه يرجع مش هيرجع، عشان العدل بيتحقق، دي حاجة الأمنية بتاعتك هي اللي بتتحقق. بيقولك ان انتوا هتبقوا مع بعض تاني. طيب سرطان مع عذراء، لا للأسف مفيش رجوع في سبتمبر، وبيقولك ان هو ما بيجيبش سيرتك وبيتكلمش عليك لما سيرتك بتيجي قدامه. سرطان مع ميزان، لا للأسف مع ان العلاقة دي فيها حب، لا هو في وجع كبير قوي حصل، بس يعني العلاقة دي قدرية، يعني في حب اعتقد في بعض الناس هترجع وفي بعض الناس مش هترجع. بيقولك ان هو منجذب جدا ليك، وبيقولك انه ساعات كتير بيسهر يفكر فيك يا برج السرطان، وبيقولك I want you، وبيقولك انه عارف ان هو اللي بوظ كل حاجة. برج الميزان العلاقة اللي انا شايفاها دي علاقة توأم شعلة او شغف، يعني على حسب طبيعة العلاقة هترجع او مش هترجع. ليه؟ علشان يعني معرفش، في حاجات كتير بتحكم فيها. طيب برج السرطان مع العقرب، في انتظار، في انتظار وفي سفر وفي بلوكات وفي رجوع واحتفال بالرجوع بعد مرار طافح زي ما بيقول. وبيقول لك انه دلوقتي هو واخد بريك وبيحاول ان هو يستشفى، وبيقول لك ان هو خايف يتصل بيك يا برج السرطان، وبيقول لك ان في حاجات كتير قوي بتفكروا بيك، وبيقول لك كمان ان حياته دلوقتي مش زي ما كانت وانتوا سوا. طيب السرطان مع القوس، هل في رجوع في سبتمبر 2025 ولا لا؟ في انتظار وفي موضوع متعلق بحاجة مادية. بيقولك ان محتاجين نسيب بعض دلوقتي في الوقت الحالي، وبيقولك ان كان الغلط غلطه بس كان بيلوم عليك انت، وبيقولك ان مجرد قربه منك بيحسسه بالسعادة. طيب في رجوع ما بين السرطان والجدي، لا بيقولك ان الوقت ما كانش مناسب ليكوا، وبيقولك انه لما عرف الحقيقة اتصدم. طيب هل في رجوع ما بين السرطان والدلو؟
بيسأل حد وبيحاول ان هو يرجع العلاقة، لان هو شايف ان سعادته ان هو يكون قريب منك. طب هيرجع ولا مش هيرجع؟ هو شايف ان السعادة معاك، تمام، وهو شغال على ان هو يرجع. ممكن لبعض الناس يرجع وممكن لا. بيقولك ان هو عارف انه تسبب لك في ألم كبير، وبيقولك ان هو بيحاول يشتغل على نفسه دلوقتي عشان يكون احسن وتفتخر بيه، وبيقولك انه مبيقدرش يبطل تفكير فيك، وبيقولك انه مش قادر يخليك تقرب منه دلوقتي في الوقت الحالي، ربما يكون عنده ظرف او عنده حاجة. طيب بين السرطان والحوت لأ، وبيقولك احنا الاتنين عارفين ان انا ما كنتش الشخص المناسب ليك. شكرا يا برج السرطان ونورتوني.